السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ان شاء الله النهاردة وصفة جميلة، وصفة سهلة، وصفة الكل بيحبها وبيعشقها. المكرونة البشاميل الجوس الجميلة اللي بالمنظر ده بميكس الجبن. جربوه بالطريقة دي، جميلة جدا. وشوفوا الجمال والحلاوة وسايحة خالص وبتمط ازاي، حاجة كده من الاخر. ما شاء الله كان طعمها جميل جدا. يلا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة هحط صينية على النار، ما فيهاش اي دهون. اللحمة بتاعتي فيها نسبة دهون، فهي انا هشوحها كده بالدهون اللي فيها، مش هحط عليها اي حاجة الا لما تتشوح كده بالطريقة دي. تتأكدي ان اللحمة كلها بقت زي ما حضرتك شايفاها كده. هننزل بالبصل بتاعنا. البصل بتاعنا عبارة عن فلفل الوان وبصل. كمية الكيلو اللحمة عليه حوالي 5 بصلات كبار وربع كيلو فلفل. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسمر وبابريكا وشطة وملح وشوية بهارات فراخ كده حلوين. هنقلب المجموعة دي كلها في بعضها كده. هحط معلقة صلصة بالطريقة دي، وهقلب المكونات دي كلها في بعضها، وهسيبها تتشوح لغاية لما تستوي وتبقى جاهزة معايا. وكده بقت جاهزة معايا كده بالطريقة دي، ريحتها جميلة جدا. البهارات اللي انتي حباها حطيها، بس هي ملح وفلفل اسمر وخلاص. هنعمل البشاميل بتاعنا عبارة عن 2 كيلو حليب دسم طبعا، عليهم 4 معالق هرمية دقيق، وهتدوبيهم اللبن طبعا بارد. هتقلبي الدقيق كويس عليه، هتملحيه طبعا ملح وفلفل اسمر بس. هنقلب المكونات دي كلها كده في بعضها، وهحط معلقتين 2 زبدة او سمنة، وتدنك تقلبي شوية ميكس جبن كده، بتخلي البشاميل يروح في حتة تانية خالص بالطريقة دي. وهتدنك تقلبي لغاية لما البشاميل بتاعك يتقل معاكي. وهعرفك ايه ما شاء الله هو كده كمل معايا. هبدأ بعدها هسلق المكرونة نص سلقة، وبعد كده هحضر طبعا، هتصفيها كويس وما تبردهاش علشان احنا سلقينها نص سلقة. هنزل عليها بحوالي كوبايتين بشاميل. البشاميل بتاعنا شوفوا ما شاء الله سايح كده مش متماسك، بيبقى جميل جدا. هنحضر الصينية بتاعتنا، هنزل عليها بكوباية بشاميل كده في الصينية، ما تدهنهاش زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة. هنزل بالمكرونة بتاعتي وهفردها في الصينية كده، وتنزلي بكمية اللحمة اللي عندك. ما شاء الله شوفوا اللحمة مفرفطة وجميلة جدا. دي لحمة بلدي، هي بتبقى مفرفطة وحلوة كده عن اللحمة التانية، جميلة جدا. شوفوا ما شاء الله ريحتها كده قبل ما تتسوى، حاجة جميلة خالص. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يحط اللايك ويشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد. وكلمة حلوة كده فرحوني بيها. هنزل كمان بكوباية بشاميل على اللحمة، وهنزل ببقية المكرونة بتاعتي. ما تكتريش الطبقة الأولانية علشان لما تيجي تشيلي المكرونة ما تلاقيهاش الطبقة الأولانية أتخن من اللي تحت. سويهم بالظبط. معايا طاجن هعمله كده بالطريقة دي. فاض مني مكرونة، حطينا طبعا في الطاجن زي ما عملنا في الصينية هنعمل في الطاجن بالظبط. ما شاء الله كانت احلى وصفة جميلة والبنات بتحبها. وما شاء الله يعني طلعت حاجة جميلة خالص، جربوها. وبعد كده هعمل الطاجنين دولت زي الصينية بالظبط. البشاميل بتاعنا غرقيها بشاميل. البشاميل ما شاء الله جوسي وجميل، حاجة كده من الاخر. شوفوا الجمال والحلاوة. وعلى الطواجن برضك هنزل بالبشاميل بتاعنا، ونفض بشاميل بتبقى المكرونة بتشرب البشاميل هتنزلي بيه. اهم حاجة تغطي المكرونة بتاعتك بالبشاميل. الصينية كانت محتاجة شوية كمان حطيتهم.
ما شاء الله. بكون مسخنة الفرن قبلها، وتاخد طبعا السوا بتاعها. هدخلها الفرن دلوقتي بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 اعلى حاجة، علشان طبعا تستوي. بعد ما استوت نص سوا كده بخرجها، احط الجبنة بتاعتنا. ما بحطهاش قبل ما ادخلها تستوي، بديها نص سوا كده، وبعد كده بحط الجبن بتاعتي عشان ما تنشفش عليها. كتري في الجبن كده بتخليها طعمها جميل، جربيها والله حاجة كده خالص. والمكرونة دي بدون بيض بدون اي حاجة كده، هي شوية جبنة موتزاريلا كده بتخليها وبتوديها في حتة تانية خالص، وطعم خالص جميل جدا. هدخلها تاخد لون الجبنة بتاعتنا، بس خدي بالك ان الجبنة بتاعتك ما تنشفش وهي تحت الشواية من فوق، يعني اللي ضيري فيها كل شوية كده عشان تديك اللون الجميل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. ده اللون اللي انا اديته لها. ما حبيتش اغمق اكتر، علشان لو غمقتي اكتر البشاميل بتاعك هينشف ومش هيديك المطه اللي انت عايزاها. هبدا اقطع المكرونه بتاعتي. طبعا المكرونه عشان تقطعيها لازم تبرد، وانا ورا الكاميرا ناس كتير عايزه ما شاء الله تدوقها ما شاء الله. طبعا انت لو قطعتها سخنه عمرها ما هتيجي قطع معاكي، بس هتبقى سايحة وجوسي كده. شوفوا ما شاء الله جميلة خالص. والمكرونة طبعا ما بتتاكلش الا وهي سخنة، حاجة ما شاء الله بألف هنا. شوفوا ما شاء الله، بقول لكم في ورا الكاميرا بشرية مستنيني اخلص تصوير. بألف هنا على قلبهم وعلى كل اللي كل منها ما شاء الله. حاجة كده جميلة جدا. ونوع الجبنة اللي بتحطيه بيبقى نوع جبنة كويس عشان يديك المطة. وادي المكرونة اللي في الطواجن ما شاء الله. شوفوا اللون جميل ازاي. خدي بالك وانتي بتحمري اللون اللي جوه علشان اللي بره كده، علشان الجبن ما تنشفش منك ما شاء الله. شوفوا الجمال والحلاوة، حاجة كده من الاخر بصراحة. يلا ما تنسوش تحطولي اللايك وتشتركوا في القناة وفرحوني بكلمة حلوة ما شاء الله. شوفوا الطواجن حاجة كده من الاخر. شوفوا الجبنة بتمط جامد ما شاء الله عليها. وان شاء الله وده كان الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين.